السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، متابعين قناة ميس انجلش. النهاردة جايين معانا كتاب ايه يا حبايب قلبي؟ كتاب سلاح التلميذ، بس بقى شكل جديد وشكل مميز. غير كده في محتوى رائع جدا. سلاح التلميذ السنة دي قرر يعمل تغيير كبير جدا في عرض الكتاب. ليه؟ عايز يشجعنا احنا كمان كمدرسين نبدأ نشتغل من السلسلة القوية دي اللي احنا واحنا صغيرين حتى تربينا عليها. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه المميز في الكتاب. اول حاجة مثلا لو خدنا كتاب سنة تانية، طيب انا شدني في كل الكتب طريقة العرض. يعني ايه؟ يعني عندك هنا مثلا كاتب لك بالظبط، عايز بس اوريكم هنا شويه. يعني يونت 1 المحتوى بترتيبه، بصوا انا عاجبني التنظيم جدا. يونت 1، يونت 2، يونت 3، يونت 4 وهكذا. بيديك محتوى المنهج كله في صفحتين بس. طيب تمام، ها وبعد كده قال لي ملخص اهم الفوكاب، ما كانش كلها يعني، منظمها بشكل احترافي. ليه؟ عشان الطلاب يرجعوها، وكمان اسئله عليها. كل ده على ايه يا حبايبي؟ قال لي على ما سبق دراسته. وطبعا مكمل الجرامر اللي كان موجود السنين اللي فاتت، تمام، وملخصه عشان يعمل تأسيس كويس وقوي لكل طالب. طيب عرض الستوريز بتاعت كل درس، عرضها بشكل شيق جدا يجذب فيه جذب كبير جدا للطالب في شكل الكتاب. طب تعالوا نشوف الأسئلة. الأسئلة هنا حبايبي يعني ما شاء الله عليها قوية جدا. ايه اللي عجب حضرتك يا مس في الأسئلة؟ قال لي مثلا منزل، طبعا بصوا عرض الجرامر عامل ازاي. أسئلة مثلا في تانية ابتدائي زي ري ارينج، ده عجبني جدا. ده سؤال قوي بينمي قدرات الطالب على تكوين جملة صحيحة، وفيما بعد بيبقى الباراجراف. طيب ايه تاني؟ قال لي مثلا لما يجي يعودهم على الدايلوج. تخيلوا دايلوج في تانية ابتدائي. بصوا الكتاب عامل ايه مثلا هنا. بيحاول يديه زي دايلوج كده صغير، ويحاول يكمله زي ما واضح كده حبايبي. هنا عندي كمان مثلا في صفحة 42 بيحاول يعودك على لغة الحوار، زي دايلوج صغير كده بيدربك عليه وانت بص الكتاب سنة تانية. طيب وبعدين كمان هنا عارض الصوتيات او الفونكس بشكل حلو جدا جدا جدا، وشكل احترافي يمكن المدرس يعلم فونكس بشكل كويس. طيب ايه تاني هنا عندي في الكتاب؟ هنا الاكتيفيتيز في غاية الروعة. طيب قال لي بيدينا ري ارينج، بيدينا دايلوج، عرض جذاب للقصص. كمان الكتاب عامل ديكتيشن وعامل هوم وورك واسئله كتير قوي واختبارات كتير، وعامل خاصيه تجميع التعريفات للمنهج، ودي حاجه كويسه جدا. في اخر الكتاب في مفاجاه. ايه المفاجاه؟ فيها مفاجاه دي بقى لولي الامر، الانسر كي. دي حلول لكل الكتاب. تخيلوا لما طفلك يحل معاك وكمان انت بتتأكد من الإجابات بتاعته، ده شيء رائع جدا بجد. تطور واضح جدا لكتاب سلاح التلميذ. أنا بنصح بيه كل ولي أمر، بجد هيبقى مبسوط من السلسلة دي. محتوى جديد، شكل مميز، بجد ربنا يبارك لسلاح التلميذ. دي كانت ريفيو في حق كل القائمين على تطوير هذا الكتاب. بجد شكرا سلاح التلميذ، مع السلامة.